السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فاطمة هاشم ومقطع جديد، وهو سوف أشرح لكم درس الرياضيات. سأشرح لكم منهج الرياضيات الصف الثاني ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، الدرس الأول في الفصل الأول. أولا نتعرف على الدرس الأول من الفهرس. درسنا اليوم وهو العمليات على الدوال، درس جدا سهل متعلق بالترم الأول أو الترم السابق. العمليات على الدوال. معروف العمليات على الدوال، العمليات هن 4 عمليات. لدينا عملية الجمع، وعملية الطرح والضرب والقسمة. هذه عمليات. العمليات هذه سوف نستخدمها على الدوال. مثال على ذلك هنا F زائد G، تعني F هي دالة of X، و G هي G of X، يعني دالة F زائد دالة G. كذلك في الطرح دالة F ناقص دالة G، والضرب كذلك، والقسمة كذلك. سوف أشرح لكم كيف نجمع وكيف نطرح وكيف نضرب وكيف نقسم. بسم الله. نبدأ بحل هذه الدالتين. عندنا دالة f of x ودالة g of x. تمام؟ دالة f تساوي x تربيع زائد 5x تربيع ناقص 2. الدالة g تساوي 3x ناقص 2. تمام. تحقق من فهمك سؤال 1A يقول f زائد g، يعني أجمع دالة F مع دالة G. كيف ذلك؟ نشوف. نجيب الدفتر، نكتب المعادلة الأولى. هو قال أول شيء F، فأكتب هنا X تربيع زائد 5X ناقص 2. كتبنا المعادلة الأولى وهي F. العملية عملية جمع، نحط عملية جمع، ونكتب المعادلة الثانية تحتها اللي هي 3x ناقص 2، ونحل المعادلة عادي. فإيش طلع لنا هنا؟ طلع إنه جمع كثيرات الحدود. من شروط جمع كثيرات الحدود إنه لا نجمع إلا من نفس الدرجة. يعني نكتب هنا في الجمع نجمع من نفس الدرجة. وش هي الدرجة؟ اللي هي الأس. نجمع من نفس الأس أو من نفس الدرجة. نبدأ بسم الله. x تربيع زائد، ما في x تربيع عشان أجمعها فتنزل. إذا في x تربيع أجمعها، إذا ما في ما أجمعها، فx تربيع تنزل بتكون هنا x تربيع. طيب هنا موجب 5x زائد 3x، نفس الدرجة من الدرجة الأولى، فأجمع 5 زائد 3 تساوي موجب 8. x زائد x تساوي x، نفسها تنزل x زي ما هي. هنا سالب 2 زائد سالب 2 تساوي سالب 2، سالب 4 عفوا. ليش سالب 4؟ لأن الإشارات متشابهة، فإذا تشابهت الإشارات نجمع، وإذا اختلفت نطرح ونأخذ إشارة الكبير. هذه في قانون الإشارات. هذا في الجمع طلع لنا الناتج هذه x تربيع زائد 8x ناقص 4. هذا في الجمع. في الطرح هنا في السؤال قال لي f ناقص g، يعني أجيب الF وأطرحها من G، يعني أحط الF أول ثم الG. في الطرح غالبا تكون صعب جدا، فهناك طريقة أسهل. هو في الطرح يلخبط. ليش؟ لأن الإشارات غالبا تلخبط، على عكس الجمع مرة سهل.
بسم الله، نبدأ في الطرح. هنا في الطرح نكتب المعادلة الأولى اللي هي f x تربيع، تمام، بعدها زائد 5 x، بعدها سالب 2. في الطرح نكتب المعادلة الأولى عادي نفسها، بعدين بدل ما نحط إشارة طرح نحولها إلى إشارة جمع، وتصير جمع، ونغير إشارة الثاني اللي هي المعادلة الثانية اللي هي جي نخليها سالبة. فعندي هنا 3 إكس بخليها سالب 3 إكس، تمام. سالب 2 بتكون موجب 2، وأحل عادي كأنه جمع طبيعي ما تغير ولا شيء. يعني في الطرح نكتب المعادلة الأولى عادية، هنا نغير إشارة الطرح إلى جمع. هذه الخطوة الأولى، نغير إشارة الطرح إلى جمع، ونغير، تمام، ونغير إشارة الثاني. وش الثاني؟ إيش يقصد الثاني؟ المعادلة الثانية، هذه F وهذه G. المعادلة الجي أغير إشارتها تماما، يعني الموجب أخليها سالب والسالب أخليها موجب، وأجمع عادي كأنه جمع وبس. فنشوف x تربيع تنزل زي ما هي، لأنه هنا ما في x تربيع فتنزل x تربيع، تمام. بعدها موجب 5x ناقص 3x. 5 موجب 5 ناقص 3 أو سالب 3، اختلفت الإشارات، نطرح وناخذ إشارة الكبير اللي هي موجب 5. يعني أحط هنا موجب 5 ناقص 3 تساوي 2، وننزل الإكس. سالب 2 وسالب سالب 2 وموجب 2 يساوي 0، خلاص نحذفهم، فتصير هذا الناتج. هذا من ناحية الطرح والجمع على الدوال. يعني زي ما تعرفنا إنه في الجمع نجمع عادي طبيعي من نفس الدرجة، نجمع من نفس الدرجة. أما في الطرح أكتب المعادلة الأولى عادي، ومن ثم المعادلة الثانية أغير إشارتها، والطرح أحولها إلى جمع وأجمع من نفس الدرجة وبس. هذه بداية الدرس، أتمنى أن أنتم فهمتوا بداية الدرس. إذا فهمتوا اكتبوا في التعليقات وقولوا لي هل أنتم فهمتم أم لا، وإذا أنتم حابين إني أكمل على الضرب والقسمة على الدوال اكتبوا لي في التعليقات كمان. وبس انتهى هذا الشرح، شرح بسيط للجزئية الأولى، المثال 1 اللي هي في الطرح والجمع. زي ما قلت إذا أنتم حابين أكمل بكمل إن شاء الله، بس اكتبوا لي في التعليقات. وبالتوفيق، في أمان الله.